للماتش التاني على التوالي النادي الاهلي بيفشل في تحقيق الفوز. للماتش التاني على التوالي مدافعين النادي الاهلي بيحرزوا اهداف في انفسهم. للماتش التاني على التوالي وش امام عاشور حلو قوي يا اهلاويه. للماتش التاني على التوالي لعيبه الاهلي بتغزل كولر. نادي بيراميدز بيفوز على النادي الاهلي بثلاثيه عشان يبقى النادي الاهلي ابو ثلاثه يا ابو ثلاثه يا ابو ثلاثه يا ابو ثلاثه. نادي بيراميدز بيحطم حلم النادي الاهلي بالفوز بالدوري بلا هزيمه. نادي بيراميدز بيحطم حلم كولر للوصول للنقطة 88 ويبقى أقصى حلم الكولر إنه يحصل على 85 نقطة في حالة الفوز على المصري. يبقى النادي الأهلي كده يوصل ل 85 نقطة. نادي بيراميدز مش مجرد مباراة، واللي حققه النهاردة إنجاز يحسب لباتشيكو اللي ما قدرش في أي لقاء قابل فيه النادي الأهلي إنه يفوز على النادي الاهلي، لكن باتشيكو ذاكر النادي الاهلي كويس وقدر يعرف هو ايه نقط القوه عشان يسدها قدام النادي الاهلي وايه نقط الضعف اللي لعب عليها وقدر يحقق 3 اهداف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصدقائي واخواتي ومتابعين ومشاهدين افراد اسره ملعب افندينا في كل مكان. اهلا وسهلا بكم ووحشتوني كالعاده. لا يحلى الكلام الا بذكر خير الانام رسولنا الكريم عليه افضل الصلاة والسلام. يلا يا ابو الصحاب ادعم اخوك باللايك، واللي لسه مشتركش في القناة فضلا منك وليس امرا اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وتكون واحد من افراد اسرة ملعب افندين. نخش في موضوعنا بقى. طب يلا بينا. بص يا سيدي، النادي الاهلي كان بيلاعب نادي بيراميدز النهارده، واللقاء ده زي ما كلنا عارفين بيكون لقاء له طابع خاص، يعني ما بيفرقش ان كان اول الدوري ولا في نهايه الدوري او حتى في نص الدوري، ما بيفرقش ان كان اللقاء ده حاسم او حتى اللقاء زي لقاء النهارده بلا قيمه. يعني ايه؟ يعني خلاص الاهلي حسم الدوري، واللقاء ده لا هيأثر في ترتيب بيراميدز ولا هيأثر في ترتيب النادي الاهلي، لكن يظل اللقاء له حساسيه خاصه. وبتيجي حساسيه اللقاء ده لان نادي بيراميدز من الاساس اتنشأ لمرازيه النادي الاهلي. ايوه زي ما بقول لك كده، بيراميدز اتعمل من الاساس عشان يرازف النادي الاهلي، يرخم على النادي الاهلي، يعمل مشاكل للنادي الاهلي، وده اللي قدر النادي بيراميدز يحققه النهارده. لان بنتيجه النهارده قدر بيراميدز انه يعكنن على الاهلاويه. هتقول لي الاهلاويه واخدين الدوري يا اخويا وملكش دعوه بينا، احنا مزاجنا عنب والبطوله اهم من المباراه. هقول لك ما تضحكش على نفسك ولا تحاول ان انت تضحك عليا، لان انا وانت عارفين ان انت كان يهمك انك تفوز على بيراميدز، ولو تقدر تفوزهم بنتيجه ساحقه كنت تتمنى ان يحصل ده، وخصوصا ان كان امنيتك ان انت تاخد الدوري بلا هزيمه، وكمان ما تبقاش الهزيمه الاولى على يد نادي بيراميدز، وكمان ما يبقاش باتشيكو اللي بتكسبه في كل لقاء يبقى اول فوز له النهارده. وخصوصا كمان انه كولر بعد مباراه حرس الحدود وبخ اللعيبه وقال لهم اللي قعدنا نحقق فيه لمده 10 شهور ضيعتوه بعنقكم، وان انتم ما قدرتوش تكسبوا حرس الحدود اللي هو اخر الدوري. كنا اقصى حلم ليا ان انا اصل للنقطة 90. كنت عايز اضرب الرقم القياسي للنادي الاهلي بتحقيق بطولة الدوري ب 89 بونت، لكن انتوا خذلتوني ولازم تعوضوا قدام بيراميدز. فكون ان النادي الاهلي يخسر امام بيراميدز النهارده ب3 فالضربة ثنائية او ثلاثية. الاولى ان الاهلي خلاص فقد الامل انه يحصل على الدوري بلا هزيمة. الحاجة الثانية لعيبة النادي الاهلي خذلت كولر. الحاجة الثالثة خلت باتشيكو يفوز على النادي الاهلي في اول لقاء له. يعني ايه؟ يعني باتشيكو لعب مع الاهلي 3 مباريات، مرة مع الزمالك و2 مع بيراميدز وخسر ال3، لكن النهاردة كانت المباراة الرابعة وقدر انه يفوز. 1000 مليون مبروك لبيراميدز وهارد لك للنادي الاهلي. هنتكلم شوية فنيا ونشوف ايه اللي حصل وايه اللي خلى نادي الاهلي يخسر اللقاء النهارده
النهارده؟ النادي الاهلي ريح في البدايه حسين الشحات وبيرسي تاو وقعد احمد عبد القادر، وكأن بيبعت رساله انا اقدر افوز باي حد، لكن بيراميدز قدر انه يحصل على الهدف الاولاني يعني من خطأ دفاعي ساذج من محمد عبد المنعم، اللي للماتش الثاني على التوالي مدافعين الاهلي بيحرزوا اهداف في نفسهم عشان تبقى النتيجه 1-0. مش بس الهدف اللي كان المشكله، ده نادي بيراميدز ضيع اكتر من 4 اهداف مؤكده، منهم كورتين 2 في القايم كانوا يقدروا يخلوا النتيجه كارثيه عشان ينزل الاهلي في الشوط الثاني ويضغط بيراميدز لدرجه انه يحاصر كل خطوط بيراميدز، لدرجه ان هجمه وحيده اتلعبت من بيراميدز على محمد الشناوي استطاع فخر اللقاي انه يحرز الهدف الثاني عشان تبقى النتيجه 2-0، ويجي في الوقت بدل الضايع نجم منتخب الشباب بيشوط صاروخ تاني عشان يتصدى لها الشناوي وترد لمصطفى فتحي حبه الكريز الفرصه الشقيه ويحرز الهدف الثالث عشان اللقاء يولع اكتر يولع. ده احنا في الدقيقه 92 ايوه ما هو في طرد لاحمد توفيق اخو اكرم توفيق لاعب النادي الاهلي، وكمان ضربه جزاء قدر يعني تتصد. القايم قال لهم انا صديت 2 لبيراميدز، او بصد لهم واحده بقى يا رأي، هو كله ضرب في بيراميدز، لازم نقف معاهم شويه عشان ترجع لحسين الشحات اللي سدد ضربه الجزاء وتبقى كوره اوفسايد. فرحه البيراميدزاويه النهارده وكانهم خدوا بطوله. ما انا بقول لك اللقاء بالنسبه لهم مرازيه يا نين عيني، اللقاء ده بيكون فرحه هستيريه داخل بيراميدز، مش بس بيراميدز اللي فرحان، جمهور الزمالك كله فرحان، وجمهور المصري البورسعيدي اكيد طاير من الفرحه. ما اصل جمهور الاهلي حفل على البورسعيديه امبارح بعد هزيمتهم امام يعني سيراميكا كليوباترا وخسروا كاس الرابطه، وكان في نوع من انواع الشماته عند جمهور النادي الاهلي لجمهور بيراميدز، لكن ربك عادل حب انه يرد للمصري البورسعيدي وجماهيره يقول لهم ما تحزنوش، الكوره مكسب وخساره، ادي الاهلي اللي واخد الدوري ومكسر الدنيا بيتغلب ب3 ويبقى ابو 3 يا ابو 3 يا ابو 3 يا ابو 3. بصراحه انا كزملكاوي فرحان جدا ان النتيجه 3-0. ليه بقى؟ لان الماتش ده بيقول لك ان اللي يجتهد في ارضيه الملعب واللي يذاكر ينجح. يعني باتشيكو لما اجتهد وذاكر النادي الاهلي قدر انه يحقق 3 اهداف، وصل انه هو يكسب النادي الاهلي، قدر يضيع على النادي الاهلي مكاسب كتيره. لو كان كسب النهارده كان هيبقى مكاسب النادي الاهلي كتير جدا انه يكسب بيراميدز الموسم ده ويسحقهم تماما، انما بيراميدز قدر يرد اعتباره. 1000 مليون مبروك لبيراميدز، هارد لك للنادي الاهلي. ولحد هنا بتنتهي حلقتنا، ويا رب يكون الفيديو نال اعجابكم، ويا رب نكون عند حسن ظن سيادتكم. واللي لسه ما عملش اللايك ادعم اخوك باللايك، واللي لسه ما اشتركش في القناه فضلا منك وليس امرا اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وتكون واحد من افراد اسره ملعب افندينا.